السلام عليكم متابعينا الكرام. القضية ديال اليوم غادي تسافر بنا لمدينة الجديدة. البوليس غادي تلقى واحد الإخبارية أن واحد شاب تلقى مقتول وسط الدار ديالهم. هاد الشاب هذا كيسكن غير هو والأم ديالو، الأب والأم ديالو مفروقين، وهاد الشاب هذا كيسكن غير مع الأم ديالو. شكون اللي صفى هاد الشاب وعلاش وشنو هما الدوافع؟ والأهم من هذا كيفاش البوليس وصلوا للمجرم. هادشي اللي غادي نتعرفوا عليه في القصه ديال اليوم، بقاو معنا. ولكن اخوتي قبل ما ندخل في التفاصيل عطونا اللايك ديالكم، واللي كطلع ليه هاد القناه لاول مره وكيعجبو هاد المحتوى ما تنساش تشترك وتفعل الجرس على الكل باش ديما يوصلك الجديد ديال القناه. على بركه الله ندخلوا في تفاصيل هاد القضيه هادي. القضيه ديال اليوم كما سبق وقلنا جرات الاحداث ديالها في مدينه الجديده. واحد السيد ولي الاسم ديالو عبد الجليل. هاد السيد هذا دركي متزوج، عنده 4 ديال الابناء، عنده 2 ديال البنيات و2 ديال الدراري. وحنا اللي كيهمنا في هاد القصه هادي هي الابن ديالو مروان، وهاد الدري هذا هو الوسطاني في خوتو. الزوجه ديال هاد السيد هذا هاد الدركي ما خداماش. المهم هاد الدري هذا مروان ولد هاد الدركي هذا، الخوت ديالو كلهم داروا توجه اخر في المهنه ديالهم، الا هاد الدري مروان قال لهم انا بغيت ندير دراكي بحال الاب ديالي، باغي يولي توا جندرم. وفعلا غادي يقرا باش على اساس انه يولي دراكي. وفعلا بعد التعاون ديال الاب ديالو هاد السيد هذا قدر انه يولي جدرمي، تعين وبدا خدام يلاه يلاه. منين تعين وصافي الامور ديالو استقرت ماديا مزيان، هنا الام ديالو غادي تقول له وليدي دابا انت خدمتي اش كتسنى تزوج؟ وتبارك الله الدار ها هي فيها السفليه، فيها البروميان، فيها الدوزيام، فين ما عجبك سكن. خصوصا انا الخواتات ديالو مجوجين والاخ ديالو مجوج ومستقل بوحدو، اي هاد الدري مروان تيسكن بوحدو مع الاهل ديالو. الاب ديالو الدار ديالو فيها بزاف ديال ليطاج وغير مكارم من حتى شي طاج، ساكن غير هو بوحدو. المهم اش غادي يوقع؟ هاد السيد هذا من بعد الالحاح ديال الام ديالو على الزواج انها خاصو يتزوج، وهنا هاد الام ديالو كانت هضره مع واحد اختها، قالت لها البنت ديالك ما تعطيهاش لشي حد لا جا خطب فيها، راه بغيتها الولد ديالي مروان. وهي ما عمرها قالت لولدها شي حاجه، قالت ليش راني بغيت لك بنت خالتك كذا كذا وراه بنت خالتك كتسناك. وفعلا هاد بنت اختها كانوا تيجي يخطبوا فيها شي ناس وكترفض الام ديالها، كتقول لهم البنت ديالي مازال باغيه تكمل قرايتها، مازال باغياش تتزوج الى اخره. المهم هنا منين الدري مروان عطى الاوكي الام ديالو، قال لها صافي راه باغي يتزوج. قالت لي واش كتعرف شي بنت الناس؟ قال لها لا ما كنعرف حتى حد. قالت ليه راه كاينه السيده، وها السيده هادي راه كنعرفوها، تعرفوا الاخلاق ديالها كي دايره وبنت لي زوينه. قال لها شكون؟ قالت ليه بنت خالتك. الدري فعلا تيشوف ان هذيك البنت شكلا عاجبه والاخلاق ديالها مزيانين، عمرو ما سمع عليها شي حاجه. قال لها صافي الا قبلت مرحبا. هنا الام ديالو غادي تمشي عند الاخت ديالها وغادي تقول لها راه بغيت البنت ديالك على سنه الله ورسوله، كما كتعرفي مروان دابا راه خدام والامور ديالو ماديه مزيانه، وانا كيف ما وعدتك قلت لك خلي لي البنت ديالك راني وفيت بالكلام ديالي، دابا الكرايه بقات عندك. اختها غادي تقول لها صراحه راه الاب ديالها فايت هضره معاه في هذا الموضوع وراه هو قابل انه يتناسب معكم، وانه مروان انسان اللي ما فيه حتى شي حاجه اللي يتعاب بالدري اللي نكونوا مطمئنين على البنت ديالنا معاه. ولكن تيبقى الراي ديال البنت، عمرني ما هضرت معاها في هذا الامر هذا. مشات عند البنت ديالها قالت لها راه ولد خالتك جاي يخطب فيك، اش قلتي؟ وهنا البنت غادي تقول للام ديالها لا.
قالت الام ديالها لا ما بغيتش قالت لها واش كتعرفي شي حد؟ قالت لها لا ما كنعرف حتى شي واحد، غير هذاك السيد كنشوفوه بحال الاخ ديالي، مستحيل انني نتزوج به. هنا الام ديالها غادي تضغط عليها وغادي تقول لها هذاك الدري مناش عيبتيه، الدري اللي خدام مزيان ما مبلي ما فيه حتى شي حاجه اللي تعاب، شكلا مقبول، علاش ما بغيتيش؟ اذا انت بغيتي تبقاي تسرقطي وتبقاي تدور ليا مع صحاباتك دوك اللي عقلهم خاوي الى اخره. بقات كتضغط عليها، ما بغاش تصنت ليها البنت نهائيا. وهنا غادي تقولها الزوج ديالها، قالت لي البنت راه بغات ولفات انها تبقى تدور من هنا لهنا. الاب ديالها غادي يجي يهضر معاها بالعقل، انسان اللي متفهم ما باغيش يضغط على البنت ديالو، ولكن غادي يخاصم عليها. قال لها هاد السيد هذا ما يتعبش، مناش عيبتي انتي، علاش ما بغيتيش؟ قلنا سبب واحد. المهم بقات يخاصموا عليها، في الاخر ضغطوا عليها بزاف هي تقبل. هنا الام عيط الاخت ديالها اللي هي الام ديال مروان، قالت لها صافي مرحبا بكم، البنت راه موافقه والامور بخير وعلى خير. فعلا الام ديال مروان غادي تقول لولدها راه بنت خالتك موافقه انها تزوج بك، وفعلا هنا غادي يديروا خطوبه رسميه، ولا مروان تيخرج مع هاد بنت خالته بحكم انهم مخطوبين وفي اخبار العائله كامله. واحد النهار اللي هو خارج مع الخطيبه ديالو اللي هي بنت خالته، غايقول لها ودي انت انسان اللي معقول وانا كنعرفك مزيان بحكم حنا عائله وكنعرفك مزيان وما بغيتش ليك تشد ضرر، انا راه ما نخدمش ليك. قال لها علاش؟ قالت الصراحه انا ما كرهتش نتزوج بك، انت انسان اللي خدام مزيان والى اخره وما فيك حتى شي عيب، ولكن انا باش نضيعك معايا. قال لها كيفاش؟ قالت له الصراحه وهاد الهضره اللي بغيت نقول لك تبقى بيني انا وياك وتوعدني انك ما تقولهاش لشي حد. قال لها غير قولي لي ما خفتي والو. قسم ليها بالله انه هاد الاخبار اللي غادي تقول ليه بانها تبقى بيناتهم. قالت لي نقول لك انا الصراحه راه ما بغيتكش، ماشي ما بغيتكش شكلان ولا انت خايب ولا، ولكن ما بغيتكش راه واحد السيد اللي انا وياه في علاقه، والسيد هذا تعدى عليا وانا ما بقيتش بنت، وراه حنا في علاقه وتيقول لي بانه بغى يجي يخطبني وبغى يتزوجني من دارنا، بغى يجي لدارنا ويتزوج بيا، وانا راه صراحه الله ما بغيتش واحد النهار نتزوج بك وفي الاخر تقول لي ضحكتي عليا ولا تفليتي عليا، هادشي اللي عطا الله. انا مبركني انني نتزوج بك، ولكن انت واش انت قابل على هذا الشكل هذا؟ السيد ما قبلش، قال لها مزيان منين صارحتيني دروك، احسن من انني تنتزوج وتصارحيني بهادشي. قال لها سيدي دابا غادي نديرو حنا كيف ما وعدتك، ما غاديش نقولها لشي حد، انا غادي نمشي عند الام ديالي وغاشني غادي نقول ليها شنو غادي نقول ليها، غادي نقول ليها بانني ما بغيتش بنت خالتي لانني سمعت على شي اخبار ماشي هي هذيك، ما غاديش نقول لهم بانك انت اللي عاودتي ليا وانك قلتي لي هكاين وهكاين، غادي نقول لامي بانه راه واحد السيد صديق ديالي عاود ليا على هذيك بنت خالتي وقال لي راه بانه كيشوفها مع واحد السيد وانه عنده بها علاقه والى اخره، هكا باش نتفرق انا وياك بدون حتى واحد ما يسيق الخبر. قالت لي انا موافقه. فعلا هو غادي يمشي عند الام ديالو وغادي يقول لها بغيت نجلس معاك ونهضر معاك في الموضوع ديال الخطبه ديال بنت خالتي. قالت لي قول شنو كاين؟ قال لي هذيك البنت صافي ما بقيتش بغيتها. قالت لي كيفاش ما بقيتيش بغيتيها؟ ديك النهارات انا تشاورت معاك قبل ما نمشي عند اختي ونتحاشم معاها، هضرت معاك وقلت لي الله يسخر وخليتينا دابا حتى خطبناها وصافي وتمشي تخسر ليا وجهي مع اختي. قال لها صراحه الله انا ماشي بغيت نخسر لك وجهك مع اختك ولا ان ديك السيده ولا انا تراجعت على الفكره ديالي، ولكن رانا واحد السيد جا عندي وقال لي ديك السيده اللي معاك راه كتعرف فلان وراه كيبغيها وكتبغيه وباغيين يتزوجوا وانت وقفتي ليهم في طريقهم، وهذيك السيده راه ما خداماش ليك بحكم انك انت صديق ديالي وهاد السيد كنثيق فيه. قالت لي وانت غير اللي قال لك شي حاجه بغيت تيق واش عمرك شتي عليها شي حاجه؟ قال لها لا.
لا ما شفت عليها والو، ولكن انا الصراحه الله سي تنثق فيه، واكيد ما غاديش يكون عاود ليا الهضره غير هكاك. الام ديالو عيات معاه، كتبين له بانه ماشي اي واحد جا قال ليه شي كلام يقدر هذاك السيد هو حاط عينو عليها وبيفوتك عليها، يقدر هذاك السيد حاسدها، يقدر بزاف ديال الاسباب. علاش انت بغيتي تاخذ واحد القرار على عند واحد الانسان قال لك راه كذا كذا، وانت واحد الانسان اللي ما خصنيش نقول لك الهضره، انت راه عارف هاد الهضره هادي، ولكن ما فراساش هي بان راه البنت جات عنده بنفسها وعاودت ليه شنو كاين. عيات مع الام ديالو، قال لها صافي، قلت لك لا لا بلا ما تبقاي تضيعي الحجره، انا هذيك السيده راه ما غاديش نتزوج بها نهائيا. السيده من بعد ما دارت معاه محاوله غادي تمشي لعند الاب ديالو وغادي تقول له ودي الولد ديالك راه هات تيقول وراه يخسر ليا الخاطر ديالي، يخسر ليا العلاقه ديالي مع اختي، وانا اللي كنت قلت لها دخل ليا البنت ديالها، وجا شي شحال من واحد خطب فيها وكتردو ودارت بوجهي، وفي الاخر انا نتفلى عليها باش موجه غادي نتلاقى مع الاخت ديالي. هنا يجي عنده الاب ديالو قال ليه انت علاش بغيت تفرق مع هاد البنت؟ عاود الاب ديالو شنو واقع، قال له ديك السيده راه ما مزياناش، وراه جا عندي واحد السيده كاينه داك الكلام اللي قالوا لمو قالوا حتى الاب ديالو. الاب ديالو فهمو بانه ماشي اي واحد نثيقوا به، ولكن الدري بقى مصمم على الكلام ديالو. اتصل بنت خالته قال لها راه شنو قلت صافي، راه الامور صافي مفكوكه الله يسهل عليك. هنا الام ديال مروان غادي تمشي عند الاخت ديالها وقالت لها راه ما عرفت باش رانا جايه عندك وكنعترف في الجليل ديالي، لان صراحه الله ما كاين ما نقول لك، الولد ديالي راه جا عندي وقال لي بانه مابقاش بغا البنت ديالك. قالت لها شنو السبب؟ قالت لها ما عرفتش انا هاك الدري، ما قالت ليش بانه راه كاين. قالت لها ما عرفتش هذاك الدري واش تعرف على شي بنت واش ما فهمتش، السيد كان عاطيني الطوع وكان باغي البنت، ما عرفتش اشنو واقع. الام ديال البنت غادي تقول لاختها ما كاين باس، ما كاينلاش تقلقي، لان لاحظت ان الاخت ديالها مقلقه علاش ولدها يرجع على بنت اختها. قالت لها انسانه متفهمه، قالت لي هذا الشيء تيبقى ارزاق، وعسى ان تكرهوا شيء وهو خير لكم، الله يجيب لي شي بنت الناس وبنتي الله يجيب ليها شي ولد الناس. انسانه متفهمه والعلاقه ديالنا غادي تبقى كيف ما هي، ما عندك لاش تقلقي، انت الامر ماشي بيديك، نتقلقوا عليك كون ديك الشيء بيديك ما وفيتيش بكلمه، ولكن الدراري الله يهديهم. المهم هاد السيده كانت خايفه على الاخت ديالها تقلق عليها، ولكن لقات الاخت ديالها متفهمه، رجعات وغضبات على الولد ديالها، الولد ديالها مشى كان حاط واحد الصديق ديالو ديما كيمشي يقصر عنده في الدار، وهذاك الصديق ديالو عنده واحد الاخت، عنده اختو كانت تجيب واحد الصاحبه ديالها عندها للدار، وديما كيتسطح معاها في ديك الدار، وفهم بان الاخت ديال الصديق ديالو راه صاحبتها هذيك، وصراح الصديق ديالو قال لي ودي الصراحه هاد البنت هادي صاحبه اختك راه عجبتني وبغيت نتزوج بها، واش هاد البنت هادي مزوجاش ما عندهاش علاقه مع شي حد؟ قال لي راه غادي نسولك الاخت ديالي، وديك الساعات الا ما كان عندها علاقه ما مخطوبه ما والو توكل على الله. قال لي هاد البنت هادي راه الام ديالها مفروقه مع الاب ديال سميتو عليه، مع الاب، الام ديالها مفروقه مع الاب ديالها، كتعيش غير مع الام ديالها. فعلا الدري غادي يمشي عند الاخت ديالو، قال لها هذيك صاحبتك واش مخطوبه عندها علاقه مع شي دري؟ قالت لي علاش هاد السؤال؟ قال لها راه صديق ديالي فلان اللي هو مروان راه شافها وعجباتو باغي تقدم الخطبه ديالها. وهنا الاخت ديال هذاك السيد غادي تقول لي بان البنت ما عندها علاقه، مخطوبه ما والو، بنت اللي خدامه على راسها من الدار للخدمه ومن الخدمه للدار، وبنت
اللي زعما داخله سوق راسها وأحسن مادة، إلا دا هاد البنت هادي أحسن مادة. غادي يرجع للصديق ديالو قال لي ودي سولت لك الأخت ديالي وقالت لي بأن هذيك البنت عايشة غير هي والأم ديالها، وراه السيدة من الخدمة للدار، من الدار للخدمة، وما عندها علاقة، وبنت اللي داخلة سوق راسها. توكل على الله. هنا مروان غادي يتلقى لهاديك البنت، وواحد النهار خارجة من الخدمة ديالها، وبحكم أنها هي كانت تشوفو تمايا في الدار ديال الصديقة ديالها، عارفاه، ربما صديقتها معاودة ليها، أي منين تلقى ليها ما تخلعتش منه ولا دارت فيه شي دورة شيطانية. قال لها أنا هو فلان مروان كذا كذا، راه صديق فلان اللي كتجي انتي عند الأخت ديالو. قالت لي أنا عارفاك. قال لها الصراحة راه شحال هذا وأنا متبعاك وسولت عليك وعرفتك بأنك مخطوبة، ما عندك علاقة ما والو، وسولت على الأخلاق ديالك، كلشي الناس تيشكروك ليا، والصراحة أنا القصد ديالي شريف وبغيتك الحلال إلا قبلتي بيا. السيدة قالت ليه مرحبا، وهنا غادي يتبادلوا الأرقام ديال الهواتف، بقا كيتواصلوا هو وياها، ومشى عند الأم ديالو، اللي الأم ديالو غضبانة عليه من جهة أنه رجع على بنت خالته. مشى عند الأم ديالو قال ليه راه تعرفت على واحد البنت، وهاد البنت هادي إنسانة اللي زوينة، وبنت اللي الأخلاق ديالها مزيانة، وبنت اللي غير يتيمة وخدامة على الأم ديالها، وأنا باغي نتزوج بها على سنة الله ورسوله، وبغيتك تمشي معايا انت والأب ديالي باش نخطبوها. الأم غادي تدور فيه دورة شيطانية. قالت لي مادام انت ما درتيش بالقرار ديالي وتراجعتي على بنت خالتك وخسرتي هي الوجه ديالي مع اختي، سير الله يسهل لنا عليك. هو غادي يمشي عند الاب ديالو وغادي يعاود ليه كيفاش. الاب ديالو انسان متفهم، غادي يمشي لعند الزوجه ديالو قال لها داكشي تيبقى ارزاق، ومن الاحسن يتفرقوا، مازال هما مخطوبين ولا يكون حتى تزوجوا ويتفرقوا، مادام هما ماشي بعضياتهم راه غادي يتفرقوا. المهم اثر على الزوجه ديالو. الزوجه غادي تجي عند الولد ديالها مروان، وغادي تقول لي هاد البنت هادي فين كتسكن، واش انت سولتي عليها الى اخره. قال لها سولت عليها وراه هي صديقه ديال خت صاحبي. قالت لي عرفتي هاد البنت ما غاديش نمشيو نخطبوها حنا حتى نعرفوها مزيان، انت عرفتيها وحنا مازال ما عرفناهاش. قالت لي غادي يتعرض عليها للدار هنا وغادي نهضر معاها، وديك الساعات غادي نقول لك واش غادي نمشي ولا لا. فعلا غادي يمشي لعند هاد البنت هادي اللي نعطوها الاسم ديال سمية، وقال لها راني عارض عليك اليوم للدار ديالنا، وراه قلتها للام ديالي، والام ديالي راه كترحب بيك باش تعرفي انت والام ديالي والعائله ديالي. البنت قالت لي مرحبا، وفعلا غادي تجي للدار ديالهم. الام ديال مروان مرة اللي هي كبيره ودات وجابت الوقت، غادي تبدا تسول فيها وتتقلقل فيها كما تنقولوا، والبنت تجاوب، دوزو وقيت زوين. هاد البنت سمية مشات لدارهم. جا الولد عند الام ديالو قال لها نظرة اش بان ليك؟ قالت لي هاد البنت ما خداماش ليك. قال لها علاش؟ قالت لي هاد السيده هادي انا هزيتها وحطيتها بنت اللي ما تابتاش، وبنت اللي فريفره، ومن طريقه الهضره ديالها ومن طريقه السيده كطير من المقله. قال لها انت ريحتي معها غا ساعه وحكمتي عليها. قالت لي ما خداماش ليك. قال لها وراه هاديك اللي بنتزوج بها انا، انت ما عطيتينيش شي مبرر اللي مقنع. هو اش قال مع راسو؟ قال ان الام ديالو غير حاقده حينتاش هو ما مشاش معاها في الخط وما تزوجش بنت اختها، وبات لولي دراعو كما تنقولوا تربيه. ولكن هي الام فعلا كتهضر بصح، بانت ليها ان هاد البنت ما خداماش الولد ديالها. قالت لي ولكن في الاخر تيبقى القرار ليك دبر راسك. قال انا بغيت نتزوج بها. قالت لي الله يسخرني. فعلا غادي يمشي يخطب هاد البنت هادي وغادي يتزوج بها على سنة الله ورسوله. جاب هاد السيدة هادي والامور بخير وعلى خير. غادي تكون واحد الفترة قصيرة مع الام ديالو تما فيك الدار، وهنا غادي تقول الزوج ديالها
نونو كحل عيونو واش نسكن باقي هنا، غادي تكري ليا ولا تشري ليا شي بارتما بعيد على الاهل. قال لها علاش؟ قالت لي ما مرتاحاش هنايا مع الوالدين ديالك، وانا باش تجي واحد النهار وتقول لي ونشري معاهم العداوه، لا تقول لي علاش تخاصمتي معاهم ولا شي حاجه، اللهم نحدني باقا انا راه كنحاول انني من نتعايبش معاهم. الاب ديالك الله عمره هضر، ولكن الام ديالك راه واعره كتدخل في الصغيره والكبيره، وانا بغيت نستقل بوحدي. فعلا هذا الدراكي هذا غادي يستقل بوحدو، غادي يسكن بوحدو. بعد ما داز على الزواج ديالهم عام ونص، غادي يرزقهم الله بوليد، والحياة ديالهم غادية بخير وعلى خير، مفاهم هو الزوجة ديالو والأمور غادية بخير وعلى خير. مشات سنوات ديال العشرة، وهذا السيد هذا مفاهم هو الزوجة ديالو، ما كاين لا مشاكل لا والو، حتى لواحد النهار غادي يجيه واحد الاتصال، السلام عليكم. وعليكم السلام. قال لي شكون معايا؟ قال لي فاعل خير، ما بغاش يقول لي شكون هو. قال لي شنو بغيتي؟ قال لي ودي صراحة الله راه بغيت نقول لك شي هضره اللي هي مهمه، لكن انت موجود، نديرو شي قهيوه ونريح انا وياك، انت راه ما كتعرفنيش وانا ما كنعرفكش، ولكن انا باغي ندير فيك واحد الخير، الا كنتي موجود نجلسو ونعاود لك شنو كاين. قال لي نديرو غدا ان شاء الله. وهنا داك الدراكي من يقطع مع هاد السيد بقات تزنزل ليه مرتاحش، وقال غادي نبات بلا نعاس، شكون السيد واش بغا مني؟ هز التليفون وعيط لهداك السيد، قال اخويا درتي ليا الشونطاج ودرتي ليا برزطتيني في عقلي، وانا غادي نبقى ندي ونجي في الطرقان ونفكر شنو واقع، قول لي شنو كاين. قال لي الا كنتي باغيني تنعس مرتاح وتهنى وتعرف شنو كاين، واش ممكن نتلاقاو دروك؟ قال ليه مرحبا. قال لي غادي تجلس، غادي نتلاقاو في القهوه الفلانيه وعطيني لامارة اشنو لابس كذا كذا. قال لي كتعرفني علاش بغيتي لامارة؟ قال لي لا ما كنعرفكش، تجي ونقول لك شنو كاين. السيد عطاه المواصفات ديالو كلشي، مشى جلس في القهوه حتى غادي توقف عليه واحد المراه، السلام عليكم. وعليكم السلام. قالت لي واش انت هو فلان؟ قال لها ايه. جلست، قالت لي راه انا اللي اللي اتصلت بك باش نجلس انا وياك ونقول لك شنو كاين. قال لها ولكن اللي اتصل بيا راه راجل ماشي مراه. قالت لي هذاك السيد اللي اتصل بك هو اللي صيفطني. قالت لي انا راه ما كنعرفكش وما كنعرفش الزوجه ديالك، وهذاك السيد اللي اتصل بك راه كيعرفك وكيعرف الزوجه ديالك، ياك الزوجه ديالك سميتها كذا سميه، ياك عندكم وليد، ياك كذا. عطاتو المعلومات. قال لها ما يمكنش، انت عارفه الزوجه ديالي، عارفيني فين ساكن، عارفين عليا كلشي وما كتعرفينيش. قلت لها خويا انت دابا دراكي بغيتي دير معايا شغل التحقيق، الا كنتي بدير معايا هكا نمشي في حالتي، انا راه جايه بنقول لك واحد جوج كلمات وبنمشي في حالتي، الا كنتي مستعد مرحبا، ما كنتيش مستعد نمشي في حالتي وكأن شيئا لم يكن. قال شنو كاين؟ قالت لي توعدني اولا انك ما غادي دير شي حماقه، وهذا الشيء غادي يرجع لينا كاملين، بغيتك تخدم العقل ديالك. قال لها قولي شنو كاين. قالت لي هذاك السيد اللي اتصل بك هو اللي كيعرفك، وكان بغى يجي يقولها لك فاس، ولكن خاف انه وقع شي مشاكل بينك معاه. جا عندي وقال لي سير يقول لهذاك السيد راه الزوجه ديالو كتلعب من ورا ظهرو، وهو راه عزيز، انت عزيز عليه وما بغاش يخسرك، وما بغاكش اصلا انت تعرف ما بغاكش انت تعرف بان الزوجه ديال هو يكون عارف بان انت الزوجه ديالك خارجه الطريق، تبقى تشوف فيه واحد الشوفه اللي ماشي هي هذيك. هو تفادى هذا المشكل هذا، قال لي نقدر نقول ليه انا راه الزوجه ديالك خارجه الطريق وها ما عمل لقيتها وعمل لقيتها وانت ما يعجبكش الحال. قال نتفادى هادشي ونصيفط واحد السيده اخرى وانا جيت عندك. المهم السيد عطاتو الادله، قالت لي الزوجه ديالك راه ها فين كتلاقى وها فين كتمشي وها فين كتجي، وتبع الزوجه ديالك باش تعرف. والله يجازيك بخير كما وعدتيني وحلفتي لي انك غادي تخدم العقل، خدم العقل، ما تهورش ودير شي مصيبه ونصدقوا غاديين فيها كاملين، حنا بغينا ليك غير الخير،
ما حنا نشوفو ونسكتو. المهم السيدة زادت في حالتها. السيد واش غادي تيق هاد الهضرة اللي جابو ليه هاد الناس؟ واش غادي تيقها ولا ما غاديش يتيقها؟ هو بقى بين البينات تيقول يقدر هاد الناس يكون عندهم الحق، يقدر هاد الناس غير ما حاملينيش وباغيني نتفرق انا والزوجة ديالي، والزوجة ديالو كتعاملو مزيان، ما عمرو شاف عليها شي حاجة اللي ماشي هي هاديك، وما عمرو شك فيها كاع. المهم السيد بقى راسو كيضرو، قال علاش انا واعد هذيك السيدة، قال فعلا انا وعدت بان ما نديرش حماقة، وفعلا حتى هو انسان اللي واعي بحكم انه دركي وعنده تجربة في هذا المجال هذا، وكيسمع قصص وقعوا للناس اخرين وعاشهم هو. غادي تريط، غادي يمشي للدار ديالو كأن شيئا لم يكن. الغد ليه غادي يجي لعند الزوجة ديالو وغادي يقول لها انا راه جاني واحد العمل، الاداره ديالنا ديال الدرك الملكي راه صيفطوني واحد المدينه، المهمه تمايا غادي تقعد. هاد المهمه هادي راه فيها 4 ايام. المهم هو اش دار، هو ما كاين لا مهمه ولا هم يحزنون. الام ديالو كتسكن بعيده عليه والوالدين ديالو عامه. مشى لعندهم وجلس، دا السياره ديالو تمايا، مشى عندهم، دخل عند الام ديالو. الام ديالو هو من نهار تزوج عمرو ما بات في دارهم، من نهار اللي استقل بوحدو ما كيباتش عند والديه. الام ديالو كلاحظت ان الولد ديالها قال لها راه بغيت نجيب نجلس عندكم هنا شي ايامات. هاد السيد هذا الدار ديالو قريبه، ماشي شي بعد ليه بزاف، وعلاش بغا يجلس عندنا هنا هاد 4 ايام ولا 5 ايام؟ فهمت، قالت له واش عندك شي مشكل مع الزوجه ديالك، واش مخاصم معاها ولا شي حاجه؟ قال لها ما كاين والو، ولكن الام بحكم انها انسانه كبيره ودات وجابت في الوقت عرفت ان الولد ديالها عنده شي مشكل. السيد هذا كيمشي هكا كيلحق الليل وكيمشي كيقلص على الزوجه ديالو، كيكونتروليها بالليل وبالنهار. هذيك 4 ايام فعلا هو شاد كونجي ديال 4 ايام وحاضي الزوجه ديالو باش يقدر يتاخذ واحد القرار صحيح. فعلا مشى عاسل الزوجه ديالو يلا حتى غادي يشوف انه دخل عنده واحد السيد بالليل. دخل هذاك السيد جاي تيتسلت وكيتلفت هوك وهوك. السيده حل بلا ما يدق، حلت ليه الباب بحال كانت تتسناه ولا كطل من شر. حلت ليه الباب، دخل، تلفتت هي على اليمين وعلى اليسار، دخلاتو. وهنا غادي يعرف بان الزوجه ديالو فعلا كتخونو. اش غادي يدير هاك السيد؟ ما غاديش يتهور ويمشي يدخل عليهم يصفيها لهداك السيد ولا ليها. ما مشاش ديكلارا بها. اش قال ليه الراس ديالو؟ قال انا الا مشيت دخلت عليهم غادي ندير شي مصيبه، وإلا مشيت عند البوليس دروكا وعاودت لهم شنو كاين، السيده واخده راحتها، غادي يجيو يلقاو القبض عليها، والولد ديالي غادي يعيش اليتم، غادي يعيش بلا الام ديالو واحد 2 3 سنين، وغادي تبقى ليه سوبه كما تنقولوا في الدرب، كاع الناس ينعتوه يقولوا له امك ما مزياناش، امك شنو. كاش غادي ندير؟ غادي نتفرق مع هاد السيده هادي بلا مشاكل. مشى لدارهم، دخل هذيك الليله بايت تما تيتكيف في غرفه النوم، وما جاش الناس تيديو يجي فوق الطرقان. اشنو يدير؟ فعلا هاد السيد بعد ما دازت 4 ايام غادي يجي لعند الزوجه ديالو كأن شيئا لم يكن. هو جلس هو والزوجه ديالو قال لها بغيت نهضر معاك في واحد المهمه، واحد القضيه. ويجيها للطريق نيشان، قال لي انا راه جيت وشفت كلشي وراه ما كاين لا مهمه لا هم يحزنون. انا شفتك بانك وجاو عندي الناس وما تقتش فيهم في الاول، ولكن شفت بعيني. دروكا انا مبغيش نشوهك على قبل الولد ديالي، باش ينعتو فيه صحابو ولا الاصدقاء ديالو يقولوا امك دفاعله امك تاركه. دابا غادي نتفرق انا وياك حبيا بلا ما نفضحك، بغيتي شي حاجه اخرى غادي نوصل معاك ليها. السيده عرفت ان السيد شد عليها الدليل وعطاها التوقيت وعطاها كلشي، عرفت انها حصلات. داك الاقتراح اللي اقترح عليها قال لها غادي نعطيك القد والقد ديال الفلوس،
وغادي يمشوا نتفرقوا حبيا بدون مشاكل، وانتي جمعي هاد السر هذا ما تقولي لحد، وانا غادي نجمع هاد السر ما نقولوش لحد، وسيري عيشي الله يسهلنا عليك بلا فضيحه بلا مشاكل. مالهم تفرقوا ما تفاهموش، السلام عليكم. داكشي اللي كان السيده فعلا غادي تمشي معاه في الخط، تفرقوا عطاها الحقوق ديالها، داكشي اتفقوا. مشات هي كرات هي والولد ديالها، كانت هي والولد ديالها في واحد الدويره. هاد السيد هذا ما نساش الولد ديالو، بقى تيصرف عليه، الولد ديالو كمل الدراسه ديالو وغادي الامور بخير وعلى خير. وهاد الولد ديالو بدا تيقلب على خدمه، بدا تيقلب على خدمه. واحد النهار من العلاقات اللي دايره الام ديالو مع الناس اللي كتعرف، غادي تلاقى واحد السيد، الولد ديالها غادي يتلاقى مع واحد السيد وهضر معاه، وندرا فين وصلتي، لقيتي شي خدمه مازال كذا كذا. قال لي ودي راه باقي مازال على الله. قال لي راه الام ديالك راه لقيتها مع فلان، وهذاك السيد انسان اللي كما تنقولوا واصل، انسان عنده مشاريع، انسان عنده علاقات. قال لي راه شفت الام ديالك هازه شي وثائق في يديها، ربما كتهضر لك مع السيد راه واقيلا غادي يشوف لك شي خدمه. وهذاك السيد اللي هو تلاقات معاه الام تعرفوا الدري مزيان، وتعرفوا واحد الانسان اللي باسل، انسان اللي ما فيش المعقول، انسان اللي كما تنقولوا عينو زايغه. السيد شعلت ليه البوله حمراء، قال اش كدير الام ديالي مع السيد؟ جات الام ديالو للدار، قال لها فين كنتي؟ قالت لها فين كنت وفين كنت؟ كذبت عليه، قال لها لا الناس شافوك والسيد قال لي راه كاين. قالت لي الناس تيكذبوا عليك. الدري بدا تيشك في الام ديالو، بدا تيشك في الام ديالو، ولا ديما معاها في المشاكل، ديما شد ليا نقطع عليك. ومشى كيتشكى للاب ديالو، قول لي علاش تفرقتي مع الام ديالي؟ الاب ديالو مبغاش يقول ليه، قال لي ودي دوك المشاكل خليهم اسرار ما بيني وبين الام ديالك، انت تكونسونطرا على الحياه ديالك وعلى مستقبلك، نسى داكشي اللي وقع بيناتنا، خاصك شي حاجه امور الماديه مرحبا. هاد الدري هذا كان عرض عليه الاب ديالو باش يسكن معاه، ولكن الاب ديالو تزوج وقال انا ما غاديش نتفاهم مع الزوجه ديال الاب ديالي وغادي يوقعوا مشاكل، من الاحسن نخليهم مرتاحين. ولكن الاب ديالو كان تصرف عليه. منين شاف الاب مروان، شاف الولد ديالو ولا معصب، قال صافي الدري راه فهم، وانه ربما عاقب الام ديالو انها خرجت الطريق، لان الام بعد ما استقلت بوحدها ولات كدير ما بغات، خرجت لداكشي طاي. المهم استنتج ان هاد الولد ديالو غادي يطيح في شي مشكل. قال لي عرفتي اش غادي دير باش تكونسونطرا في الحياه ديالك مزيان؟ بعد على الام ديالك وخلي واحد العلاقه بيناتكم مزيانه. انا غادي نعاونك، وسير كري شي دويره واستقل بوحدك وخدم على راسك ودير مستقبلك، وبقى تزور الام ديالك مره باش تبعد على المشاكل ديالها. دبر الحياه هي تكون زينه ولا تكون خايبه نساها. بقى تيقري في الولد ديالو، فعلا الولد ديالو غادي يبعد على الام ديالو، مشى سكن بوحدو. مره كي يمشي عند الام ديالو. هاد الدري هذا اشتغل بحكم الاب ديالو وقف معاه، ولا خدم ولا عنده صالير ديالو. نوبه كيمشي عند الام ديالو كيدور معاها، كيدردش معاها واحد نص ساعه ولا ساعه، كيزيد في حالاتو. والام ديالو كانت عاطيه الساروت، الا جاب الله جا للدار وما لقاهاش كيدخل يتسناها حتى تجي. سيريا الايام وجيا الايام، حتى واحد النهار تيدق على الام ديالو. الام فتحات، ملي فتحات كتلقى الابن ديالها، وهي ما منتظراش ان الابن ديالها يجي في هذاك الوقت. لقى الام ديالو لابسه واحد البيجامه ديال النعاس، كنظن انكم فهمتوني. احلت ليه، دخل تيبان، مشى ديريكت لغرفه النوم ديال الام ديالو، لان كيلاحظ ان الام ديالو ماشي النوم ديال، ماشي اللباس اللي لابسه وطريقه الماكياج اللي دايره وداكشي، ماشي مرا جالسه في الدار ديالها بوحدها. كنظن انكم فهمتوني، انا نبرقم وانتم فهم، عارف انه كاين عندها شي حد في الداخل. المهم مشى لغرفه النوم، كيلقى واحد السيد، وهاد السيد هذا كيعرفو، قزار اللي في الحومه،
اش كدير انت هنا؟ ناض صداع. الدري مشى تيجري للكوزينه، هز جنويه، بقى تابع داك الكزار هرب ليه وكيتساعد معاه. واحد الوقيته هو داك الكزار بحكم انه السيد صحيح وهاد الدري هذا باقي دري البنيه الجسميه ديالو ضعيف، قدر انه يشدو ويقلع عليه الجنويه، وتما من يتحكم فيه غادي يصفيها ليه، وغادي يتعاون هو والام ديال الدري سميه. تعاونت مع هاد العشيق ديالها الكزار وصفاوها للولد ديالها. صفاوها للولد، شدوا واحد المعنطه، واحد الزرابيه، وداروا وسط منها وولعوها. هاد السيده هادي سميه فاش كانت ساكنه في هاد الدار كانت تيجي عندها هاد الكزار، وكانت واحد الجاره حاطه عليها وكتعرفها انها كتدخل هاد الكزار للدار. وماشي غير هذا، بزاف ديال الرجال. وكانت قالتها الزوج ديالها، قالت لي هذه السيده راه كتدخل الرجال لدارها. والزوج ديالها قالها دبر راسها، ماشي غير حنا اللي جيرانها، راه كاين بزاف ديال الناس، خليها طال الزمان ولا قصار غادي ريحتها غادي توصل. ولكن هذيك السيده غادي تبقى قانيه عليها، فين ما تشوف شي واحد دخل تتعرفوا انه دخل عندها، انهم كيديروا علاقه محرمه. واحد النهار عاس عليها، دخل داك الكزار. منين دخل الكزار واحد شويه هو يجي الولد ديالها، وديك الجاره عرفت انه تما غادي يكون وقع شي مشكل، كتسنى ان الولد يخرج، ما خرج، عاس عليهم. الولد ما خرج، شويه خرج الكزار وخرج يجري، عرفت انه وقعت شي حاجه. مشات عند الزوج ديالها وقالت لي ها كاين راه ربما وقعت شي حاجه، ورانا عاس عليهم مده طويله، اكيد راه الولد حصلهم. مشى الزوج ديالها عند البوليس وعاود لهم لافير، لانه القضيه باينه غتكون فيها شي جريمه. جاو البوليس داهموا الدار، لقاو السيده كتنظف في الدار من دوك الدماء. قال لها ديال شاد الدم هذا، السيده بدات كتدخل خرج في الهضره. غتبان لهم واحد الزربيه ملويه بزاف، مروليه، والحجم ديالها كبير. يعني الزربيه واخا تكون كبيره تتعيا ما غتكونش داك الحجم. حلوها ولقاو وسط منها الدري مقتول. قال شكون هذا؟ قالت لهم الولد ديالي. قالوا لها علاش؟ شكون اللي صفاها ليه؟ السيده غادي تعاود لهم من طقطقه السلام عليكم. مشاو جابوا هاد الكزار هذا. هاد الكزار تا هو اعترف بالواقعه شنو طرا بالضبط. المهم هاد الكزار وهاد السيده هادي غادي يتقدموا للعداله وغادي يتحكموا بجوجهم بالاعدام، والاعدام بحكم انه موقوف التنفيذ في المغرب غادي يتحكموا بالمؤبد. شوف هاد السيده هادي عطاها الله واحد الزوج اللي انسان متفهم ورزيق حلال، ورغم انها قالت لي مبغاياش تسكن مع الاهل ديالها ودير لها خاطرها، وفي الاخر شو طلع منها العجب. ولكن الام ديالو كانت عندها الحاسه كما تنقولوا السادسه، عرفت هاد البنت من نهار الاول قالت لي ما خداماش ليك، ولكن هو تبع الراي ديالو وعطى مبررات للرفض ديال الام ديالو، وكانت النتيجه ماساويه، ان الابن ديالو توفى نتيجه لان الام ديالو كانت واحد الام اللي غير مسؤوله، ام اللي فاجره، ام اللي خايبه، اللي جمعوا فيها جميع المشاكل ديال الدنيا والدين. الى هنا كنكونوا وصلنا نهايه قصه اليوم. ما تبخلوش عليا باللايك وتبارطاجيو القصه للعبره، وخلوا لي تعليق زوين بحالكم. الى حلقه جديده ان شاء الله.